السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم ملف المرأة الماكثة في البيت، وراح نحكي لكم كل سوء التفاهم اللي طرأ في هذا الملف. يعني كانوا حاسبين الناس انه الملف هذا يخص المرأة الماكثة في البيت، اللي كامل لا، خطأ كبير. اليوم جبت لكم الشرح المفصل تاع ملف المرأة الماكثة في البيت. اول حاجة عندك طلب خطي، دوك تفهموا معايا كي نبدا نقرا لكم في الملف تفهموا معايا مليح. طلب خطي زائد رقم الهاتف. 2 شهادة ميلاد، شهادة ميلاد يعني تاع المعنية بالأمر. بطاقة إقامة لا تقل عن 6 أشهر. نسخة من بطاقة التعريف الوطني. هنا البنات ما عطاوناش شك باري، يعني ماهيش راح تدخل دراهم في الحساب تاعك. في 5 نسخة من بطاقة التأهيل، الدبلوم أو التكوين المهني أو بطاقة حرفي اللي تخرج من الغرفة الصناعية التقليدية. يعني هنا البنات واش نقصدوا بالملف المرأة الماكثة في البيت؟ هذا الملف رانا نقصدوا به المرأة اللي عندها دبلوم، سواء كانت تسكن في الريف ولا في المدينة، عندها دبلوم في التكوين المهني أو دبلوم من الغرفة الصناعية التقليدية للحرف. يعني هنايا راح تستفيد غير المرأة اللي عندها دبلوم، اللي عندها شهادة في الحلويات، راح تستفاد من المبلغ ذا اللي باش تبدا مشروعها، باش تفتح محل ولا تبدا تجيب تفتح في دارها ولا كيما تحب. وهنا راح يجيبوا المرأة الريفية. المرأة الريفية يعني أي مشروع حباته، مشروع تربية النحل، مشروع تربية الدواجن، اي شهاده عندها هذيك المؤهله ولا راحت للغرفه الصناعيه وعطاتها لها ومدت لها هذيك الشهاده، يعني راهم رايحين الدوله راح تدعمها باش تبدا في مشروعها ولا تربيه المواشي، اي مشروع حباته. هنايا قال لك ليكن في علم جميع الموظفين بلديه تقديم الملف الوثائق المطلوبه للزوجه. فهمتي؟ هذا هو الملف الخاص، واخر اجل في الدفع هذا الملف راح يكون في 25 جانفي 2024. يعني اللي يحب اللي من بعد اللي ما تدفعش فيه هذا قبل هذا باش يدرسوا الملفات ويقدموا لهم. اما بخصوص المرأة الماكثة في البيت اللي زوجها خدام، هذيك راح نهضروا عليها حاجة اخرى. يعني هذيك رئيس تبون صرح باللي راح يرفع لهم من المنحة للطفل ومن المنحة للزوجة، راح يرفع لهم، واللي راح تولي مقدر ب600,000 تدخل في راتب الزوج، و150,000 للطفل. يعني راح تدخل في، كانت للطفل 30,000 راح تطلع له 150,000. والمرأة كان يخلص عليها 5,000 كما احنا نقولوا 50 دينار جزائري، راح يولي يخلص عليها 600,000. ان شاء الله تطبق. يعني تتبعوا برك هذا الشهر وشوفوا في الراتب تاع الزوج إلا دخلت ولا الأشهر القادمة. هو قال ببداية جانفي، يعني في بداية جانفي. يعني كل زوج وشعال راح يدخلوا على حساب عدد الأفراد تاعو. بنبقاو في هذا الملف بالنسبة للمرأة الماكثة في البيت. يعني اللي راكي حابة تبدي مشروعك نقول لك روحي في أقرب وقت تدفعي هذا الملف، يعني وتدفعيه وراك راح تستفادي اذا حبيتي تبداي مشروعك. يعني سورتو للنساء اللي راهم ما يستفدوش من منحة البطالة، هذا هو يعني طريق اللي راح تسلكيه باش تبداي مشروعك وتبداي انت حرة في مالك وانت حرة في البروجي تاعك. البنات هذا راه مشروع راح الدولة راح تعاونك. يعني سورتو اللي عندهم تربية النحلة، راه الدولة راح تدعمك بالنحل، راح تدعمك بالفريق يعني خاص يعاونك، يجي يتفقد لك النحل تاعك. يعني الدولة راح تقف معك، ماشي راح تعطيك هذوك الدراهم ولا راح تعطيك هذاك الدعم وتجبد عليك. اللي حابة تربية المواشي ثاني الدولة راح تدعمها. اما في خصوص هذو في المشاريع اللي في المناطق الريفية، اما في خصوص المشاريع اللي في المناطق الداخلية يعني المدينة وكامل، هذوك راح يكون عندهم اي وحده عندها حلويات او باتيسري او شهاده تاهيليه في الطبخ او اي حاجه، راح الدوله تعاونك سواء بمبلغ مالي او راح تعاونك ب يعني الماتريال كما احنا نقولوا، تعاونك بالماتريال باش تبداي في البروجي تاعك. ان شاء الله هذا الفيديو البنات يكون نال اعجابكم. ما تنساونيش البنات، راني نقول لكم ونعاود لكم، ما تنساونيش اول حاجه بالجام. واللي حابه هذا المشروع ولا حابه تبدا تفتح ولا تتكل على روحها، نقول لك اخر اجل البنات، سمعوا معايا اخر مليح، اخر اجل هو 25 جانفي 2024، باسكو باش يكملوا يبقاو يدرسوا في الملفات. نقول لكم ان شاء الله الفيديو تاعي يكون نال اعجابكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم.